مثل ما عرفتوا من التايتل، هذا الفيديو رح يكون ميك اب توتوريال. رح اعلمكم كيف تعملوا هذا الميك اب لوك اللي فيهم شوي الوان اورانج واحمر. سو اذا حابين تتعرفوا شو هن الستبس وشو البرودكتس اللي استعملتهم خليكم معي. اول شيء رح نعمل الفيس روتين. رح اول شيء ببلش بالبرايمر، الفاونديشن اند ذا كونسيلر. البرايمر رح استعمله هو من كلارنس، هو البيوتي فلاش بالم. بيجي شوي للبشره يلي هي ناشفه على it needs radiance، يعني بس تحسوا بشرتكم شوي تعبانه اذا فايقين الصبح، بتحسوا ما فيها هيك اشراق وحيويه، هيدا البرايمر هو بيرفكت لها. اتس بيتر تواحد يحطه بايديه مش ببراش، لانه اتس مور ابزوربنت، يعني بتمتصوا البشره احسن بكثير. بعد البرايمر I'm gonna correct under eyes، يعني انا بستعمل دائما تو كونسيلرز، واحد ليشيل السواد والثاني ليعطي الهايلايت. سو البيبي كريم من غارنيه هو اللي رح استعمله ليشيل السواد تحت عيوني. انا بعتبر انه ولا كونسيلر اذا ما كان بقلبه شويه ردنس او حمار ما بيشيل السواد تحت العيون. الفاونديشن رح استعملها هي البيبي كريم من ديور سكين نيود، هيدا برقم 02. مع انه هو اسمه بيبي كريم، الكفرج تاعته شوي اكثر من البيبي كريمز العاديه، يعني اتس مور لايك، يعني الفاونديشن الكفرج تاعتها ميديوم يعني وسط، فيها تكون هاي كفرج بس اتس شوي هيك ناتشورال، ما بتحسوها كثير هيك مغبقه ومغمقه على وجهي، بتحسوا انه البشره بتتنفس تحتها which is really good. البلندنج رح نعمله بالبيوتي بلندر، كمان هذا الشيء بيعطي مور ناتشورال لوك. ودائما حسب انتم كيف بتحبوا الفاونديشن، بلشوا دائما بالقليل ورجعوا زيدوا قد ما انتم بدكم. از كونسيلر عم بستعمل حاليا هيدا الكونسيلر من بورجوا يلي اسمه راديانس ريفيل. من اسمه بيضوي، يعني اذا ما استعملتوا كوركتر تحته ما رح يغطي كثير تحت عيون، بس تحطوا كوركتر تحته بيطلع بيرفكت. الكولر اللي عندي اياه هو 02 بيج. اوكي، سو بحطه تحت عيوني هيك على شكل في، يعني المطارح اللي شوي بدي اعملها لايتنس اكثر، وبنحط شوي على المنخار وهون and مثل العادي we blend. رح نعمل كونتورينج سريع، ما رح نكتر كتير، بس نعمل التشيك بونز. رح نستعمل هيدا الميبلين ماستر كونتور فيس ستوديو، ورح استعمل بس اللون الغامق. الفاتح ما كثير بحبه، ما بحسه بيعمل هايلايت مزبوط. سو بنحط بالمطارح يلي بدنا نبينها، وكمان we're gonna use البيوتي بلندر تا هيك to blend it nicely. نحط شوي هون على الدقن. رح نكفي هلا بهايلايتر، لانه كمان الهايلايتر اللي بستعمله هو كريم هايلايتر، لانه هلا بدي ارجع اثبت كل شيء بباودر. سو الهايلايتر اللي عم بستعمله هو شوي البراند تاعته صعبة تنقال، اسمه تريستيك، ما بعرف، اجت بسيت مع البيوتي بلندر. رح احطه، بس هو فيكم تستعملوا حيلا ليكويد هايلايتر عندكم اياه. رح احطه هون، يعني بدكم تحطوه شوي على البيك تبع الخدود تيبينوا يبرزوا اكثر على المنخار، وبركي هون على الشفاه، وكمان يبلندت مع البيوتي بلندر. هلا نحن خلصنا الفيس، رح نثبت كل شيء كريمي برودكتس، ورح استعمل هيدي الباودر من جيرلان يلي هن هيدول لايك بعتقد هيدي من اشهر الباودرز تبع جيرلان، يلي بتجي هيك مثل بولات صغيره. هيدي الباودر ما كثير، يعني منا هاي الهاي كفرج، يعني ما بتعطي لون، ما بتعطي شيء، بتعطي مثل لايك هيلثي جلو للوجه. هلا رح ننتقل للعيون. اول شيء رح احط البراو جل. هلا انا بما انه عندي الغره، سو ما كثير بعلم حواجبي ولا بعمل شيء حاليا، يلي بتوفر وقت كثير. سو جست الجل بس تيثبت الكولر.
بس قبل ما بلش العيون I'm gonna do like شوي a quick review على هيدول الكولر بوب اي شادوز. اذا ما بتعرفون الكولر بوب اي شادوز بيجوا هيك بباكجينج هيك كل وحده لحالها، مع انه بتحسوا انه بيجوا بكواد، يعني بينباعوا 4 6 8 حسب السيري اللي هن عندهم اياهم، فيكم تشترون كل واحد لحال. المين كولرز اللي راح استعملهم هن اسمهم هيدا الفاتح اسمه جينكسي، اليكسر يلي هو بيجي هيدا الاورنجي، وشوي من هيدا الريد وان يلي اسمه بارادوكس. قبل ما نبلش بالاي شادو I'm gonna prime the lids. رح استعمل برايمر يلي هو من ماك اسمه بينترلي. هيدا بعتقد من اقدم البرايمرز عندي اياهم، و I think it's still one of the best، لانه بتشتروا هيدي البوت بضل عندكم شي سنتين ثلاثه وتنسوا الموضوع، و it's nice as an eye shadow لحال. رح نبلش اول شيء بهيدا الكولر الاورنجي وان. رح ناخد بلندنج براش ورح نرسم الكريس كيف مثل حيلا لون بتستعملوه. رح ناخده هون فوق العين، حتى اذا انتم ما عندكم كريس واضحه you can create a crease. so mainly انا شو بعمل، برسم like a V هون على الطرف and blend لجوا، وهي ذاتها البراش بنرجع بنعمل تحت كمان تحت العين، لانه بدنا اياه يكون شوي سموكي، ما يكون كتير هيك بس من فوق مرسوم رسم. هدول الكولر بوب اي شادوز ار فيري ايزي تو بلند، يعني من احسن البرش من احسن الاي شادوز للبلندينج، بس اكيد يو نيد لايك ا جود بلندينج برش. اللي انا عم بستعملها هي من بوبا، بس فيكم تستعملوا like the MAC 217 او Morphe brushes, anything you have these for. The second color اللي رح نستعمله هو هيدا يلي اسمه جينكسي. بيجي هيك بتحسوه شمري على شامبين، منه كتير pigmented which is bad and good at the same time. هلا بيقولوا انه الكولر بوب اي شادوز فيكم تستعملون ويت، يعني اذا بتطلوها شوي مي بصير اللون هيك فايبرنت اكثر، بس انا ولا مره بستعملها سو نوت شور. سو تركيزنا رح يكون هون كله على النص. هلا بدنا نرجع، بما انه عملنا البيس اللي برا بدنا نرجع نغمقه شوي ونجمعه مع اللون الاصفر. سو رح ارجع اخذ الاورنج على السيم بلندنج براش وبس نقوي الطرف. واهم شيء بهيك لوكس انه you have to blend a lot، يعني بس انه اذا عملتوا blending the look would be very very nice. فيكم تتركوا اللوك هيك، بس I think it would be more interesting بس نزيد شوية ريد. رح استعمل هذا الكولر يلي اسمه بارادوكس يلي هو كتير حلو. رح اخذ blending brush، بس a tiny blending brush، تنكون هيك دقيقين اكثر وين عم نحط الكولر. اوكي سو mainly بدي احطه هون على الطرف وطلعوا شوي لفوق هيك. هلا نحن رح نرجع نخلطه ببلندنج براش كبيره ومننزله شوي تحت العين، بس على الاول تقريبا هيك. بنرجع بناخذ هيدي البلندنج براش هي ذاتها and just blend whole two colors. لانه الريد شوي هيك ثقيل على العيون اكيد بدكم ليكويد لاينر. الليكويد لاينر اللي عم بستعمله هو من كات فون دي يلي اسمه تاتو لاينر. بعتقد اتس one of the best liners بالحياه، كثير هين بالاستعمال، حيلا حدا بيقدر يستعمله. اتس so easy to use. ورح نرسم like a small tick، ما رح تكون كثير كبيره. هلا رح نحط ماسكارا. الماسكارا رح استعملها هي from YSL، هي The Shock. بعتقد هيدي الجديده اللي هن مطالعينها. اذا كنتوا بتتذكروا كان في عندهم ماسكارا لونها هيك باكجينج تبعها اصفر ذهبي هيك شيء. هيدي مثلها بس انه على اساس انه اتس بيتر. هلا ما حسيتها كتير منيحه. it gives amazing lashes، بس مشكلتها الوحيده انه ما بتنشال ابدا، يعني بعاني كثير انا وبشيلها. اذا انتم انه بتاخذوا وقتكم ب your makeup removing، يعني بتستعملوا اكثر من شغله، بتعملوا مثلا يمكن بتشيلوا باويل بترجعوا بتشيلوا بميك اب ريموفر، ساعتها لا اتس فور يو. بس اذا انتم شخص مثلا بدكم ينشال الميك اب بسرعه او بتستعملوا ويت وايبس، الوايبس تبع الميك اب، this is not for you، بحياتها ما بتروح.
البرونزر رح استعمله هو من سوب اند جلوري يلي هو سولار باودر. فيكم تستعملوا حيلا واحد شوي ناتشرال بس تنزيد كولر على الوجه. As a blush I'm gonna use the Frat Boy اللي هي جاية من براند The Bon. بيجي هيدا like very natural لأنه عيوننا شوي قوية، لازم يكون شوي الكولر ناتشرال. سو هيدا بيعطي like a little bit of color، بيعطي شوية حياة، يعني بيعطي هيك إنه like peachy tone ومنه كتير قوي which is good. last step للفيس هي الهايلايتر. كمان رح استعمل ذا بيكا هايلايتر بلون اوبل. رح اخد براش وبحط مطرح ما حطيت الهايلايتر اللي قبل. الليبستيك رح استعمله هو نارس يلي هو ذا فيلفت ليبس. ان شاء الله تكونوا حبيتوا هذا الفيديو. بليز ما تنسوا تعملوا لايك and سبسكرايب لماي channel. واذا حابين تحضروا مور فيديوز عني، يمكن بحكي عن شعر، عن ميك اب، عن ثياب، فيكم كمان تتابعوا لوليا. رح اترك لكم لينك تحت ورح ادلكم لكم اياه على الشاشه. فيكم تتابعوني، بطلع تقريبا بركي لك once per week. فيكم تشوفوا بعد فيديوز مني. بشوفكم بالفيديو الجاي. باي.